هنجرب دلوقتي ان احنا نصور بقى السماء بالكاميرا. طبعا المنطقه اللي احنا فيها زي ما قلنا التلوث الضوئي فيها عالي جدا جدا جدا. القمر كمان طالع، فيعتبر يعني من ضمن المستحيلات ان انت تقدر تصور عدد كتير من النجوم في السماء في الحاله دي. طيب هل خلاص يعني يعتبر استحالة مفيش أي حل تاني؟ ممكن من خلال الكاميرا هنشوف دلوقتي. وهنشوف كمان يعني كام حلقة كده إن شاء الله إزاي أنت تقدر تتغلب على التلوث الضوئي ده، وكمان لو في قمر من خلال الفلاتر اللي احنا ممكن نقدر نستعملها عشان تعمل بلوكينج أو تشيل التلوث الضوئي وضوء القمر ده، وتعدي بس الضوء بتاع النجوم والسدم والمجرات. هنبدأ إن احنا نصور دلوقتي السماء من خلال الكاميرا. اعداد التصوير اللي انا مظبطها دلوقتي هي ايزو 800، فتحة العدسة 4، وزمن التصوير 1.3. هنحاول ان احنا دلوقتي نضغط زرار التصوير. احنا نسينا برضه نقول حاجة مهمة، ان المفروض اظبط طبعا المانوال فوكس مش اوتوماتيك فوكس، لان طبعا الفوكس دلوقتي بتاعنا طبعا السماء مظلمة، او يعني السماء بالنسبة للكاميرا معتمة، فمش هتقدر تعمل فوكس بصورة كويسة. فلازم اظبط الفوكس بتاعي بدل ما هو اوتوماتيك يبقى على المانوال، وابدا ان انا اوجه الكاميرا بتاعتي على نجم لامع، او يعني النقطة اللامعة قدامنا دلوقتي في الصورة دي هي كوكب المشتري. فهعمل عليها زوم بالكاميرا. زي ما احنا شايفين دلوقتي هي تعتبر اوت اوف فوكس، طالما هي دايره كبيره كده تعتبر هي اوت اوف فوكس. فهحاول ان انا من خلال البكره بتاعه الفوكس زي ما احنا اتكلمنا في الحلقه بتاعه الفوكس كده، على ازاي اظبط الفوكس بتاعي من خلال البكره او الويل اللي بتبقى موجوده على العدسه من قدام. خلاص دلوقتي النقطه بقت تعتبر بين بوينت او صغيره جدا، فكده تعتبر هي ان فوكس. ارجع للزوم بتاعي الاصلي او الكادر الاصلي بتاعي، وشايفين هنا في الهيستوجرام طبعا ان كل المنطقه بتاعه التصوير بتاعنا ناحيه منطقه الشادوز. ابدا اضغط التصوير. طيب الصوره دلوقتي قدامنا، هنحاول حتى نعرضها. تعتبر صوره يعني معقوله شويه. السماء او يعني التلوث الضوئي اللي فيها تعتبر طبعا واضح. مفيش يعني غير تقريبا كوكب المشتري يعني، وكم نجمه بس يعني ايه خافتين جدا يعني اللي ظاهرين في الصوره عندنا. تمام. هنحاول ان احنا ممكن نزود وقت التصوير شوية، نخليه مثلا حوالي آه، ممكن نخليه حتى كمان 8 ثواني ونشوف. الصورة للأسف برضو التلوث الضوئي طبعا كأنها متصورة بالنهار. يعني بص كده لو نبص على الصورة دلوقتي كأنها فعلا متصورة بالنهار، مش متصورة بالليل خالص. تمام. حد ممكن يجي يشوف مثلا يعني نقطة، كويس ان احنا شفنا حاجة زي كده هنا. النقطة الحمراء دي دي ممكن تكون يعني اكتر من حاجة. ممكن تكون حاجة اسمها هوت بيكسل. يعني في بيكسل عندي في الكاميرا سخن جدا لدرجة ان هو يعني خلاص بقى ساتوريتد، وخلاص يعني اللون بتاعه ما بقاش يدي يعني سيجنال بالمعنى المفهوم، لا ممكن يدي نقطة لامعة جدا، او ممكن يدي لون احمر جامد جدا زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. طيب بقى يعني في فعلا عدد من النجوم برضو ابتدى يظهر معايا بالرغم من التلوث الضوئي اللي موجود جوه، اللي موجود في السماء. تمام. طيب لو عايز اقلله شويه فقدامي كذا حاجه، يا اما اقلل زمن التصوير، يا اما اقلل فتحه العدسه، يا اما اقلل الايزو. فنحاول ان احنا نقلل الايزو بتاعنا شويه، نخليه مثلا يبقى 200، ونسيب برضو زمن التصوير زي ما هو وفتحه العدسه زي ما هي. الصورة ده برضو تعتبر معقولة إلى حد ما. التلوث الضوئي فيها يعني مش مغطي على كتير من السماء، وفعلا في عدد يعني معقول من النجوم ابتدى يظهر معايا في الصورة زي ما احنا شايفين دلوقتي. فأنا ممكن أقدر أعتبر السيتنج بتاعتي دي هي أنسب سيتنج دلوقتي بالنسبة للتصوير في السماء خلال النهاردة، لأن ممكن بكرة يبقى القمر طبعا يعني مش موجود، فأقدر إن أنا أصور بزمن أكتر من كده شوية، بأيزو أعلى من كده شوية، بحيث إن ضوء القمر كمان ما يخشش معايا في الصورة ويأثر على الإضاءة بتاعة السماء زي ما شفنا من شوية. ممكن برضو نتكلم على الزمن بتاع التصوير. هل أنا أقدر أصور على الترايبود الثابت ده أي عدد من الثواني؟ يعني ممكن أصور مثلا وليكن دقيقة بحالها مثلا أو دقيقتين؟ لا طبعا. اللي بيحكمني في الموضوع ده إن إحنا كنا قلنا ان النجوم طبعا بتتحرك وفي حركه مستمره. فطالما انا الكاميرا بتاعتي ثابته على ترايبود ثابت، النجوم بتتحرك اثناء التصوير، فطبعا بعد زمن معين الحركه بتاعت النجوم دي هتبدا تظهر عندي في الكاميرا، ويبقى ليها زي زيول او تريلز. تمام، زي خطوط. وهنشوف دلوقتي الكلام ده واحنا بنصور. طب انا اعرف منين الزمن المناسب بالنسبه لي؟ بطبق قاعده اسمها ال 500 او 300.
ال 500 او ال 300. لو انا الكاميرا بتاعتي فول سنسور، تمام، الكاميرا بتاعتي دلوقتي المساحه بتاعت السنسور كبيره، فبطبق قاعده ال 500، ومعناه ان انا بشوف الفوكال لينس بتاع العدسه وبقسم ال 500 على الفوكال لينس بتاع العدسه، فبيطلع لي رقم معين. هو ده يعتبر اقصى عدد من الثواني اقدر اصور عليه. فليكن مثلا اللينس اللي انا بصور بيه 20 مللي، ده الفوكال لينس بتاعها، فاقسم 500 على 20 يطلع لي الناتج 25. فكده يعتبر اقدر اصور لغايه 25 ثانيه من غير ما يطلع لي الديول في او التريلز في النجوم. والنجوم تبقى عباره زي ما احنا شايفين في الصوره كده، عباره عن نجوم مدوره او دوائر مدوره. هنا طبعا في الصوره دلوقتي اللي احنا شايفينها ده كوكب المشتري، وطالع معاه الاربع اقمار بتاعته، يعني صدفه كويسه برضه ان احنا طلعناه في الصوره. طيب لو الكاميرا بتاعتي مش فول فريم، لو الكاميرا بتاعتي كروب سنسور زي الكاميرا اللي احنا بنستعملها دلوقتي، ساعتها هقسم 300 بقى مش 500، هستعمل قاعده ال 300 واقسمها على ال 20 مللي، فكده يطلع لي حوالي 15 ثانيه. دول اقصى عدد من الثواني اقدر اصور بيه. وبعد كده لو زودت عن كده هتطلع عندي ديول او تريلز في النجوم. هنجرب الموضوع ده دلوقتي ونصور على وليكن مثلا احنا قلنا 15 ثانيه، يعني نجرب مثلا نخليها 30 ثانيه ونشوف ايه اللي هيحصل في النجوم. طبعا يعني زي ما توقعنا الصورة، غير ان الإضاءة فيها عالية جدا جدا، لان انا طبعا بصور على زمن كبير شوية نسبيا بالنسبة للبورتال سكاي او للتلوث الضوئي اللي احنا عايشين فيه هنا. لو عملنا زوم على الصورة شوية، زي ما احنا شايفين كل النجوم اللي موجودة في السماء طالعة لها ديول زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. بدل ما المفروض هي تطلع عبارة عن دوائر ودوائر شارب ان فوكس، لا، طالع لها ديول زي ما احنا شايفين دلوقتي. ده بسبب ان النجوم بتتحرك اثناء التصوير، فنتيجه لكده لازم طبعا يطلع لها الموشن بلور او يطلع لها التريلز اللي احنا شايفينها دي. فاحنا بنتفاداها من خلال قاعده ال 500 او ال 300 اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي.